نحاكم نيابات، وزي ما اتكتب كده في العنوان، من المدرجات للنيابات للأقسام، كده كل يوم كده، كل يوم كل طلعت نهار عندنا مشكلة، عندنا حدوتة على مشاكل موجودة في الملاعب والأزمات، وشغلانة صعبة جدا، شغلانة شبه مستحيلة يا جماعة. أنا مش قادر أفهمها، يعني عايز أفهمها مش قادر أفهمها. بس وقفت كده جنب شوية حاجات، في شنطة شماريخ كده نزلت من عند ربنا، السماء تمطر شماريخ. شنطة شماريخ نزلت والكل بيتنصل منها، ماشي، مع الاب المكلوم، مع الام المكلومه جدا 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 جدا، يعني قلبي وجعني عليهم، بياكلني عليهم جدا. بس في واحد قال كلام مش عارف، قال لك الدخله مش عارف الكورتيج والدلنج والبيونج، حاجات انا مش فاهمها، يعني ما انا مش فاهمها، والله في كلام اتقال انا ما فاهمه. بس قالك انه السياسه الجديده دلوقتي في التشجيع حاجه اسمها كورتيج، يعني الالتراز بقى في منهم دلوقتي فروع، ففي فرع الكورتيج. الكورتيج دول بيقول لك يبقوا داخلين كده كلهم مثلا 10 اتوبيسات، فاتوبيس يعمل كده ليه بقى؟ استعراض للقوه. انا عندي سي دي من محطه بورسعيد، شلنا الكلمه الاولانيه على بورسعيد، انا كاتبين بورسعيد بس كاتبين قبلها كلمه شلناها. ده جماهير الاسماعيليه وصلت بورسعيد بالسلام جوه المحطه. حلو قوي، هاي حلو قوي، كل ده مقبول، كل ده رائع ولا في مشكله. اي عدد يكون موجود يروحوا يهتفوا ويغنوا ويشجعوا، كل ده هايل، مفيش ادنى مشكله، كل ده مفيش فيه مشاكل خالص خالص، مقبول وحلو، وبالقطر الاسماعيليه لبورسعيد مفيش، يعني مفيش مسافه، عادي، وجماهير الاسماعيليه يحدوها الامل انها تنافس، كل ده جميل ولا ادنى مشكله، ولا بالعكس انا اشجع انه الناس تروح والناس تشجع والناس تسافر والناس تغني، خصوصا مع طبول ودقات السمسميه البورسعيديه او الاسماعيلاويه، كل ده فوق الممتاز، فوق الخيال. رائع جميل جدا، ولابسين فانيله الاسماعيلي ورايحين يغنوا غناهم ورايحين يتنططوا ويطبلوا رائع. بس في النهايه خلينا نلتزم بالاصول في التشجيع، يعني ما حدش في ده عليه لوم، حتى اللي بتاعت الدخان اللي اتولعت دي مش شايف انها كانت خطر، يعني ما فيش نار اتولعت، ما فيش لهب طلع، ما في، يعني ما فيش حاجه، يرفع ايديه ويشجع حلو جدا، يرفع التيشيرت ويغني، كل ده جميل، سواء كان التراس ولا سواء كان دراويش ولا سواء كان اي حاجه، ولا اقدر هسمعكم اغانيهم شويه. مفيش مشاكل، يعني مفيش ادنى مشكله، طول ما انت بتغني، طول ما انت بتسقف، طول ما انت رايح تركب اتوبيسك رايح على ملعبك، مفيش مشكله، مش شايف في ازمه. واحد يطلع يغني يبقى قائد للمسيره، واحد يطلع يهتف، كل ده زي، انا مش شايف فيه ادنى مشكله، شايف ان ده طبيعي جدا، طول ما احنا ما بنخرجش عن اللياقه، ما بنخرجش عن الادب، ما بنخرجش عن الاحترام. وانا شايف ده بامانه اللي قدامي ما فيهوش حاجه، اللي قدامي ده كله ما فيهوش حاجه خالص، والعدد كبير مش قليل، العدد مش شويه اللي فوق، كويس، يعني انا شايف العدد كويس، فاهو اغاني تسقيف بقالهم فتره ما عملوش حاجه، يعني مش شايف ان في ادنى ازمه، الا بقى لما بيخش بقى كام عيل صغير يبداوا يبوظوا الدنيا، يخش في وسطهم، ده مش عارف عايز ايه، ودي عايزه ايه، وده بتاع ايه، وده ايه، وده ايه، وده ايه، تبدا الدنيا. بص حضراتكم بقى، ده اللي بيتكتب على الارض، ماشي، بورسعيد احنا ما جبناش الكلمه الاولانيه، يا اما كنا هنتقف.
هتوقف، يعني مالهاش لازمه. ما تجيبش بقى، خلاص خلاص خلاص، ما احنا متفقين هنجيب ايه بايه. فده مهم جدا الناس تعرف ايه اللي بيحصل، الاستفزاز بيجي منين او الازمه بتيجي منين. بدات تكتب كتابات خارجه لما بدا الناس يبقى في ناس موجودين من بورسعيد برضه بتصعب عليهم بلدهم. وزي ما انتم شايفين الامن واقف عامل ازاي. بصوا حضراتكم، بصوا حضراتكم، واقف بيحمي اهو. وبعدين ليه عملناها حرب اهليه؟ ليه عملناها معركه؟ اذا كانت اداره النادي المصري قالت اهلا وسهلا بيك، وبعدين دي جماهير فعلا بتحب ناديها، يعني واضح ان معظمهم بيحبوا ناديهم، واضح ان معظمهم جايين يعني عشان يشجعوا، واضح ان هم جايين عشان يساندوا. لكن فجأة بقى خلاص اختلط الحبل بالنبل، بقى في جري، بقى في ناس خرجت، بقت في ناس الدنيا عندها مش يعني خلاص، بقى في خلاص كله على بعض. ناس بتجري بتخترق الامن، هتبقى مشكله. يعني ليه انا مش يا جماعه في ايه؟ في ايه؟ ادي الاب قاعد يا عيني عمال يبكي على ابنه، وراجل معلم مثالي، والام قاعده بتقول لك انا خلاص، والراجل بيقول لك 3 ايام ما فيش اكل ولا شرب. واحنا عاملين تقرير هيجي لنا في وسط الحلقه ان شاء الله برضو من الاسماعيليه على اولياء الامور هناك. لكن كمان الثقافه دي مهمه جدا. ازاي نعرف نتغير، ازاي نعرف نتبدل، ازاي نعرف نتعامل. انا الحقيقه عيتني الحيل، ببقى متعاطف جدا مع اولياء الامور، والجري نص الجدعانه، ناس بتجري واولاد بيتدبسوا في الموضوع، وما بقاش عارف يا عيني مين اللي محبوس ومين مش محبوس. والسياده النائب العام مشكورا بقرارات انسانيه كل مره بيدي افراج، لكنه ما بنلحقش من هنا لهنا 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 لهنا. وكانها بقت القصه باستمرار مكتوب علينا ان احنا نوري هذه الصور ونوري هذه المشاهد. وامبارح قلت لكم خبر من الجزائر انه في ولد عنده 19 سنه في الجزائر اتذبح، نقل عن صحيفه الخبر الجزائريه. فبعد شويه تخيلوا بقى لو واحد من جمهور مصر انت بتشتم في بلدنا، لا انت بتشتم في الاسماعيليه، لا انت مش عارف ايه، بقت خناقه والهيصه والضرب، بقت خناقه يا رب السماء. يا جماعه انا مش عايز اقول ارجوكم، مش عارف شخصيا، انا في حاله ذهول، مش عارف الدنيا شكلها ايه، مش عارف الامور شكلها ايه. انا شخصيا مش شايف، يعني ما ومش شايف خير ومش متفائل خير خالص. انا هفتح التليفونات زي ما وعدت حضراتكم، اللي عايز يعقب على اللي شافه، اللي عنده اراء في القضايا، ازاي نقدر نوصل لحلول لهذه الازمه اللي اصبحت مستفحله بشكل يخض الحقيقه. لكن القصه بقت صعبه، القصه بقت صعبه جدا. وبقول لكم كمان شويه هجيب لكم يعني حاجات من الاسماعيليه. رحنا صورنا هناك، زميلنا خالد الكردي صور هناك برضو، بيسرد او بيحكي معاناه الناس اللي هناك اللي موجوده في الاسماعيليه. واتمنى الامور تسير بشكل جيد. ناخد احمد. مساء الخير يا استاذ احمد. احمد مساء الخير. احمد بشير يا كابتن احمد. اهلا بيك يا احمد. اتفضل يا احمد. اتفضل يا احمد. كابتن احمد اهلا وسهلا. اتفضل يا احمد. انا عايز اقول لحضرتك يا كابتن احمد، والله العظيم يا كابتن احمد ان الجمهور اللي اتمسك ده كله ما عملش حاجه ببورسعيد. نعم. كل اللي عمل يا كابتن احمد، كل اللي كسر وجري، محدش عمل حاجه يا كابتن احمد، والله العظيم. وانا بحلف لك كمان مره، وانا اخويا ممسوك في بورسعيد. نعم. بقاله 3 ايام وما نعرفش عنه اي حاجه يا كابتن احمد. نعم. وانا اسمي احمد بشير ومن اسماعيليه. شكرا يا احمد. معانا محمد. مساء الخير. ايوه يا فندم. ايوه كابتن شوبير. اتفضل يا محمد. اهلا وسهلا. ايوه يا كابتن. انا حضرتك من الجمهور الزمالك اللي حادث في ماتش الطلائع. نعم يا فندم. حضرتك كنت من يومين كنت بتتكلم في موضوع ان نادي الزمالك وجمهور نادي الزمالك انه قاعد يكسر في الكراسي ومش يكسر. لحضرتك لو شفت منظرنا واحنا داخلين من الباب الدخول، حضرتك كاننا مترحلين على السجون.
واخد بال حضرتك. انا مش عارف حضرتك يعني ليه بيعملوا كده. ده مش اول مره حضرتك، السنه اللي فاتت برضه لما جينا دخلونا برضه بنفس الطريقه. طيب شكرا يا محمد. بس انا هوريك صوره جماهير الزمالك وهي بتهتف في المدرجات وشكلها جميل وماسكه اللافتات البيضاء الجميله وبتغني بشكل جميل، عشان لما نتكلم بس نبقى عارفين بنتكلم ازاي، بنقول ايه، بنعمل ايه بالنسبه للناس. لانه انا زمان كنت يمكن وبندافع، لكن انا هوريك شكل جمهور الزمالك. لازم تتفتش، لازم تتفتش وتفتيش قوي، لانه في وقت من الاوقات اصبحت ملاعبنا جهنم الحمراء في ماتشات للاهلي وماتشات للزمالك وماتشات للاسماعيلي. فاما الامن وشرطه الامن اللي موجوده تبقى واعيه وشايفه، يا اما يطنشوا. بنطنش بنبقى نار، بنفتش بتبقى الملاعب، ومع ذلك ما بنسيبش